بدنا السميحه الاخوان، وقع واحد الانقطاع بسبب واحد الاتصال. المهم غادي نكملوا فين قلنا هذا المكان هذا هذا مكان ديال الجلوس الساقيه كتلاحظوا. غادي نشوفوا هاد الناس اللي حرروها فين راهم، ما لقيناهمش الصراحه. الناس اللي حرروها ايش من هنا حنايا. هذه دار القائد الحرمه، شخصيه شهيره في تاريخ قصر إيش، واللي من بعد طبعا رجعت الدار ديال الابن ديالو اللي حتى هو مذكور في الشهاده ديال هذاك المجاهد الجزائري اللي هو المجاهد بوعزة الحرمه رحمه الله. غادي نواصلوا هنا. نحن الآن في قلب القصر القديم. هذا المسجد القديم. قديم يعني ماشي أقدم، هذا قديم. شوفوا ديك الصومعة، غادي نشوفوا واحد التاريخ مكتوب هنا 1951. هذه 1951 ديالاش هي السنة اللي تعلت فيها هذه الصومعة. هذه كانت تقريبا النص ديال العلو ديالها وزادوا فيه النص. أما تاريخ البناء ديالو فيعود إلى بداية القرن 17 في الزمن ديال الولي الصالح سيدي عبد القادر بن محمد اللي كان ساكن هنا حتى هو، وعاش واحد الفترة من حياته هنا. ندخلوا من هنا. نرجعوا هنايا واحد بسرعة. هذا المكان هذا معروف في القصور، كيكون مكان ديال الاجتماع، كيكون في الساحة ديال المسجد كيتسمى الجماعة. ندخلوا هنايا أبواب القصر. هذا يتسمى أسقف النجمات. هنا كان واحد الدرج هنايا في هذا المكان هذا، دروج مؤدي لهذا البيت هذا اللي كنشوفوا السقف ديالو هنا. هو كذلك البيت ديال المجاهد عبد القادر بوستان اللي كان حتى هو من المشاركين في الثورة الجزائرية مع الجزائريين. فلو كان هذا المكان ينطق لنطق داكشي اللي ديال المجاهدين اللي كانوا هنا، اللي اووهم هنا الى اخره. اذا احنا وصلنا الى النواة الاولى ديال القصر القديم. هذا المسجد الاقدم على الاطلاق. هنا المسجد توسعت، هو هذا بقى فيه غير هذا الجدران، هذا نص ديالهم تقريبا، لانه من بعد دفنوا فيه بعض الاموات هنايا. هنا بعض الاماكن كذلك مزيان نشوفوها عندها علاقه بهذا الشيء هذا. هنا هذه البنايه كنشوفوها بانها طايحه. هذا كان مستوصف في زمن فوق الاستعمار، حتى وقت الثورة الجزائرية. كان هنا كذلك كانوا كيداواو الجرحى. هادشي كامل طايح في أول مستوصف كان هو هذا. من بعد بطبيعة الحال تبناو مستوصفات أخرين في منطقة أخرى. هنا نجيو هنايا البيت هذا. نتمنى انه شي واحد من العائله ديال السعداوي البرلماني المعروف الجزائري
هذا هو البيت ديال الوالد ديالو عبد القادر بن سعيد من قبيلة العمور، كان ساكن هنا في قصر عيش. ومن بعد باع هذا المنزل هذا شي واحد هذا القصر. تحية للإخوان ديالنا العمور في كل مكان. هنايا في هذه الساحة التجارية، هنا كانت القوافل ديال الجمال كتجي محملة بالسلاح، وكتكون هنايا المقايضة. هنا كتتم المقايضة ما بين سكان القصر وما بين الرحال، كل واحد كيجيب المنتوجات ديالو. هنا كيكون التبادل أو المقايضة، ما يسمى بنظام المقايضة. إذن هنا غادي نكونوا خرجنا من القصر القديم. هذا هو تقريبا آخر بناية في القصر القديم. إذن غادي نقطع هنا هذا اللايف هذا باش ما نطولش فيه بزاف، ومن بعد ان شاء الله بعد قليل دقائق معدوده غادي نعاودوا نفتحوا واحد اللايف اخر، واحد المباشر اخر، نشوفوا فيه منطقه اخرى. نعم سي ابو اسامه وفعلا بوطويل. اذا تحياتي لكم جميعا والى الملتقى بعد دقائق.